سيداتي سادتي، مرحبا بكم من جديد في قناتكم افل، ومعكم طريق اللي كيجيب لكم العروض العقاريه المختلفه كما جرت العاده. اليوم كنتواجد على مقربه من واحد الحديقه اللي كتطلع عليها واحد الشقه. جبتها لكم اليوم بواحد الثمن اللي هو جد ممتاز. والحاجه اللي زوينه في هذا العقار هو انه كيتباع بالفراش ديالو في واحد الحي اللي مطلوب بزاف، وحي اللي هو هادئ. هانتوما كما كتشوفوا كنتواجد في واحد حديقه صغيره ديال هذا المجمع السكني صغير، ماشي نقول مجمع سكني، فيه عمارات اللي فيهم ار+2، وهذه الجريده ديالهم شي حاجه اللي ممتازه بالنسبه للكبار وبالنسبه للصغار. الشقه ديال اليوم كتواجد في الطابق الاول، وكما قلت كتباع بالفراش ديالها. اذا اجيو معايا اعزائي المشاهدين نكتشفوا هذا العقار هذا كاملين، ندخلوا ليه لداخل. اذا سيداتي سادتي لنا عوده. كما شفتوني صورت لكم المدخل ديال هذا العقار هذا. اليوم كنتواجد في عقار اللي في ار+2، كنهضروا على دار اللي مبنيه على 3 ديال الناس، وحده في السفلي، عقار اللي كاين في السفلي شقه وهادي، وحده فوق منها بمساحه اجماليه نقدروا نهضروا على 92 او 94 متر مربع. اللي فاش كنقول الاجماليه اذا في التدر كتكون اقل شيئا ما. وهذا العقار اللي كتشوفوا معايا اليوم راه تيتباع بهاد الاتات ديالو كامل. كما جرات العاده كنجيب لكم هميزات اللي مبرعين بالتريات ديالو، بلا كليم ديالو، باي حاجه غادي تشوفوها. كما اكدوا لي الناس مالين هذا العقار غادي يخرجوا بعض الاشياء ديالهم كالملابس ديالهم وشي حوايج اللي هما انتيم ديالهم فقط. اذا اجيو نشوفوها كاملين. من قبل من كل شيء كنقول لكم شكرا بزاف على المشاهده، المتابعه ديال قناه افل. وكذلك حتى نتوما الا كان عندكم شي عقار بغيتو تحطوه في البيع فنحن راه الخدمه وراه الاشاره ديال الجميع. كما شفنا في الاول قلنا كاينه جريده، كاين عدد ديال السكان اللي هو قليل، قلنا كاين الاتات. دابا بقات لنا المدينه هنا. مرحبا بكم اعزائي المشاهدين معايا في مدينه مكناس. نرحب بجميع المشاهدين من طنجه حتى الكويره، ونزيدكم الناس اللي كيتفرجوا فينا من خارج اراضي الوطن. كنقول لكم شكرا على المتابعه والمشاهده ديال قناه افل. بالنسبه للثمن اللي هو من اهم الاشياء في هذا العرض ديال اليوم، الثمن هو 520 الف درهم. هنا كنهضر معكم على 52 مليون، وهذا الثمن لربما يكون هناك شيئا ما من النقاش والتفاوض مع صاحب هذا العقار. اذا نجيو نشوفوا الفصاله بعدا كاملين ديال هذا العقار ونتساراو فيه شويه بشويه. عندي لا بورت دونطري هي هذه، باب مصاوبه به الخشب. فاش كنحلوا الباب ديالنا تلقاو حتى شي جار، ما معنا حتى شي واحد بوحديتنا في ليطاج. هانتوما كتشوفوا ليطاج خاوي، كاين هنا دروج كاينين لتحت كيطلعونا من الجهه فاش طلعت ديال الجريده، مصاوب بهذا الديكور فيه دي موتيف زوينين. كندخلوا فاش كندخلوا على يدينا ديال اليسار كنلقاو لا ريسبسيون، الا وهي هذه. كاين سيجور، عندنا صالون وسيجور واحد اخر. اذا هنا كنهضروا على دوبل سيجور صالون. كما كتشاهدوا معايا الشراجم ديالها كبار وعندهم واجهه بدون حاجز، اطلاله اللي هي طويله وكتطلع على جريده. اذا نجيو نكملوا ونشوفوا شنو كاين هنا في هذا الكولوار نكتشفوه. هنايا في هذا القنيت هذا دايرين حمام وطواليت ودوش، وماشي اي حمام اللي دايرين له سيباراسيون بالطرومبي بالانوكس. اذا شقه اللي هي حديثه. فاش كندخلوا كنشوف الشقق اللي كيكون فيهم بحال الديكورات كتعرف بان ماليها راهم عانيين بلابارتمون ديالهم. الحمام كله جاي في الماط كحل. هنا كما قلت لكم كنتواجد بمدينه مكناس، بالضبط الحي فين كنتواجد به هو حي البساتين. دابا دخلت بكم المطبخ كما كتشوفوا كله مصاب بالام دي اف بالالومنيوم. بلاصه ديال الثلاجه ها هي كاينه، الثلاجه راه غادي تبقى كما قلت لكم قبيله. راه التجهيزات والاثاث اللي كاين في هذا العقار غادي يبقى فيه بلاك لاوت كما شفتوا. وكاين هنايا ان بوتي بالكون ها هو خارج ليا من المطبخ. شوفوا كاين هنا، شوفوا معايا الاطلاله كي جات، شيء اللي هو رائع جدا. ليس اللي زوونه ما كاينش الفيزافي، لا فيو هنا هي ديجاجي. مول المطبخ ديالنا هو هذا كله مصايب بالام دي اف او بالالومنيوم. من الثلاجه كونجيلاتور لا بلاك لا هوت والفوق. غادي ندوزو نكتشفوا ما تبقى لنا في هذا العقار. عندنا مثلا هنا كاين ان بلاكار بالباب ديالو جامعين فيه. هنا عندنا لا بريمير شومبر ولا الشومبر الاولى، شومبر متوسطه الحجم. كنعتذر اعزائي المشاهدين، ولكن في بعض الاحيان كنقوم بالتصوير واخا كيكونوا مجموعه الحوايج ولا كما كتشاهدوا معي دابا.
اللي نبه لكم هو انه كاين لاكليم، كاين بلاكار، الريدويات راهم تيهبطوا بالضوء وتيطلوا على الزنقه، على البلاصه فين وريتكم ديال داك الجريده. نكملوا الجوله ديالنا ديال هذا العقار. الصالون باش نزيد اضافه بالنسبه للصباغه، كله فيه صباغه ديال الديكور، التريات ديالو كاينين لي فو بلافون، كاينين لي سبوت. نكملوا نشوفوا شنو باقي لنا هنا. هنا غرفه ديال الوليدات، البلاكارات ديالها لهاد الجهه، عندها حتى هي واحد الاطلاله ما كاينش الفيزافي كاع في هاد الجهه هادي اللي من هنا. وبقات لينا الغرفه رقم 3 هي الغرفه ديال الوالدين. نعاود اهم الاشياء، هنا كنتواجد بمدينه مكناس بالضبط بالحي ديال البساتين، واحد من اعرق الاحياء وحي اللي هو معروف فواحد البلاصه اللي هي ترونكيل وهادئه، اللي كاينه كاع بالبارير وكاين قدامك جريده. كتشوفوا معايا بالنسبه لبيت النعاس فيه الدوش ديالو الطواليت ديالو. بالنسبه للثمن ديال هذا العقار هو 520 الف درهم. هنا كنهضروا على 52 مليون، وهذا العقار راه كيتباع بالاثاث ديالو كامل، وممكن يكون هناك شيء ما من التفاوض مع اصحاب هذا العقار. اذا اعزائي المشاهدين، نتوما الا كان عندكم شي عقار بغيتو تحطوه في البيع، الطريق معكم كيقول لكم ممكن الاتصال والتواصل معنا. كنقول لكم شكرا جزيلا، والى اللقاء في عرض مقبل ان شاء الله.